أنت كم عمرك؟ إيش أنجزت إلى الآن؟ سؤال مؤرق صح؟ لاحظوا معي عند انتهاء العام يشاركنا البعض قوائم الإنجاز، درجة علمية معينة، دورات أو شهائد، قائمة كتب قرأها، نجاح تجاري، يعني الأعمال والأمور التي رأى أنه أنجزها فكافأ نفسه بالإشادة. وهذا من وجه أمر حسن وإشاعة لمعاني العمل والحركة والتقدم وترك التقاعس، لكن هذه القوائم من وجه آخر قد تسبب إرباكا لأحدهم وتضعف فيه معنى الحياة، لأنه شعر بالعجز والانبهار حيال كل هذه المنجزات، ويسأل نفسه بمرارة: وين الناس وأنا فين؟ لأنه فهم الإنجاز ربما بطريقة قد لا تكون صحيحة. إنجازك الحقيقي ما يعنيك أنت دون سواك. كل ما تراه من إنجازات الآخرين أمر عظيم، لكنها قد لا تعنيك في كثير من الأحيان. الطريق الذي يسير فيه غيرك ليس شرطا أن تسير فيه، ومفهوم الإنجاز عند الآخر ليس بالضرورة أن يتطابق مع مفهومك للإنجاز. كل ما يعرضه الناس سواء من يشبهك ومن يختلف عنك من إنجاز محسوس مادي بفعل مواهبهم وإمكاناتهم المختلفة هو خاص بهم، ببيئتهم، بطريقة تفكيرهم، بتكوينهم. وعندما تظن أن إنجازات هؤلاء كان من المفترض أن تنجزها أنت، ثم توهم نفسك أن بإمكانك أن تلتحق بهم وتكون هم، تصدمك بعد مدة يسيرة حقيقة الواقع وتحبطك. تعود أن تتقبل هذه الحقيقة، أن الجميع ليس أنت، وأنك لو أنفقت عمرك في تحقيق إنجازات غيرك لما وفقت لذلك، وأن الإنجاز ليس شيئا محسوسا فحسب. تستطيع مثلا أن تقلع عن عادة سيئة حملتها معك منذ سنين ثم جاهدت نفسك وتركتها خلفك. هذا إنجاز غير محسوس، غيرك لا يراه فضلا عن أن يقدره، لكن أثره عليك وعلى مسيرتك في الإنجاز عظيم، ويتجلى فيه حقيقة الإنجاز. والإنجاز لا يقاس أيضا بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. هي قليلة لكنها مستمرة. النظرة المادية إلى مفهوم الإنجاز اقتحمت علينا الحياة المعرفية دون أن نشعر، فأصبح بعضنا يلهث وراء إنجازات ولو كانت عابرة. إنجاز مادي على حساب فشل أخلاقي، إنجازات يكسب فيها الجماهير ويخسر فيها نفسه وقيمه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا قال الله. لا بد أن يربط الإنجاز بقيمة، لكن هل يعني ذلك أن نتحرك فقط على الحد الأدنى؟ الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. انظر ماذا آتانا الله: مال، علم، جاه، مهارة أو موهبة معينة. ثم انظر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو حد استطاعتك؟ ما هو وسعك؟ تدرك ماهية تكليف الله لك. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. جده، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. السلام عليكم.